في أجواء مفعمة بالفخر والاعتزاز زُفت إلى الجماهير المغربية بشرى انضمام الموهبة الصاعدة ريان بونيدا إلى صفوف أسود الأطلس بشكل رسمي، وذلك بعد إتمام إجراءات تغيير جنسيته الرياضية والموافقة عليها، حيث ولد ريان في الديار البلجيكية من جذور مغربية راسخة، ونشأ وفي قدميه سحر الكرة، فاستهل مسيرته في الفئات الصغرى حتى احتضنته أكاديمية أندرلخت العريقة، وهناك صقل مهاراته وبزغ نجمه كصانع ألعاب من طراز رفيع يمتاز بمراوغات تأسر الألباب ورؤية ثاقبة للملعب. ثم لم تقف طموحات الفتى عند هذا الحد، بل انتقل إلى مدرسة أياكس أمستردام الهولندية التي تعد منجما للنجوم، حيث واصل تدرجه وتطوره حتى بلغ الفريق الرديف، مؤكدا أنه يسير بخطى ثابتة نحو النجومية العالمية. وعلى الرغم من تمثيله للمنتخب البلجيكي في الفئات السنية وتلقيه تكوينا أوروبيا خالصا، إلا أن نداء الجذور كان أقوى، فاختار بونيدا تمثيل بلد الأجداد المغرب، مفضلا مشروعه الرياضي الطموح الذي بات يفرض هيبته على الساحة الدولية. ويأتي هذا القرار ليعكس مدى ارتباط اللاعب بهويته وثقته في مستقبل الكرة المغربية، حيث يرى المتابعون أن ريان بما يملكه من إمكانيات فنية هائلة مرشح ليكون أحد الأعمدة الأساسية للمنتخب المغربي في القادم من السنوات، شريطة الاستمرار على نفس النهج من الانضباط والعمل وكل الدعم لهذا الشاب الواعد في مسيرته الدولية الجديدة.